أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زلنا مع لقاء يتجدد بكم ومعكم في كل يوم من أيام رمضان المبارك، واليوم هو 28 من شهر رمضان، اليوم الأربعاء لعام 1444، الموافق 19 من شهر نيسان إبريل لعام 2023. نبدأ الآن باستقبال أسئلتكم على البث المباشر، وأيضا نجيب على الأسئلة المعلقة والتي طرحت بعد انتهاء البث بالأمس، وأيضا من مجموعات الواتساب والفيسبوك وغيرها، أيضا مما ينقله الأخوة والأخوات المشرفين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جاء بالأمس سؤال من مجموعة الرجال، قدموا منشور انشروها لتعم الفائدة. محو المنشور يعني الدكتور عمر عبد الكافي، صفحته الرسمية وصورته أيضا، يقول: ماذا يحدث كل عام في آخر ساعة في رمضان؟ يسأل عن صحة هذا المنشور أو صحة هذا الحديث أو هذا الكلام الذي نشر على صفحة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. ماذا يحدث في كل عام في آخر ساعة في رمضان؟ في آخر يوم من رمضان، في آخر ساعة، وهي من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، يعتق الله فيها بقدر ما أعتق في رمضان كله، وهي ساعة إجابة للدعاء، تجاب الدعوة ولا ترد، فهنيئا لمن يستغلها ويدعو ربه ويستغفر. انشروا للتذكير واذكروني بدعوة تسرني الدال على الخير كفاعله. فهذا الحديث وهذا الكلام لا يصح وليس له يعني سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أخبار العلم الغيب لا يجوز لأن نأخذ بها إلا من كتاب أو سنة، فذلك إن لم يوجد من الكتاب ولا السنة فلا نقول بذلك أبدا. لماذا؟ لأن هذا علم غيب. من أين أتى بهذا الدليل؟ فهذا الأثر وهذا الحديث وهذا الكلام لا يصح، بل الذي يصح أن لله عز وجل في كل يوم من أيام رمضان عتقاء من النار، عتقاء من النار في كل يوم من أيام رمضان، ولكن أنه يزيد في آخر ليلة في رمضان أنه يعتق أكثر مما أعتق أو قدر ما أعتق من جميع أيام رمضان، هذا لا يصح وليس عليه سند، وليس له سند صحيح، ولا يعني عليه له دليل في السنة المطهرة، فذلك لا يجوز نشر أي شيء قبل التحقق منه، وخاصة من داعية أو شيخ أو عالم أو يشار له بالبنان أو يخرج على الفضائيات، فهذا يأخذ الناس منه كلامه مسلما أو فيه صحة، فذلك لا أحد حجة في دين الله عز وجل إلا قال الله قال رسول الله أو معه الدليل بسند صحيح، فلذلك هذا الكلام لا يصح وليس له صحة ولا دليل ولا أثر من السنة المطهرة، والله تعالى أعلى وأعلم.